السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أنا سعاد ودي قناتي. لو أول مرة تشوفوني وعجبكم محتوى فيديوهاتي فضلا وليس أمرا حطوا لايك واشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس على الكل عشان يوصلكوا كل جديد بقدمه وتكونوا أول ناس بتشوفوه. قبل أي حاجة ما ننساش الدعاء لإخواتنا وأهلنا، ربنا ينصرهم يا رب العالمين، ونكسر من حسبنا الله ونعم الوكيل. نكسر من حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين في كل مكان، واللهم انصرهم نصرا عزيزا يتعجب له أهل السماء والأرض ويليق بجلال وجهك وعظيم سلطانك يا رب العالمين. النهارده معانا روتين حلو جدا، روتين مسائي كده من بعد الغدا يعتبر، لان انا هنا عملت الكشري وجبت معاكم بقى من الاخر، بس هقول لكم على شويه تكات حلوه كده تعملوها في الكشري تخليه تحفه. تمام. هنا هعمل دقه الكشري معاكم اللي هي الدقه البارده. معايا هنا فصين، معلقه من الملح، ذره من الكمون، ذره من الكزبره، ذره من اسمها ايه، العصفر، عشان يديله لون بدل الكركم يعني. ومعايا ليمونه، ومعايا فصين من التوم. ده التوم اللي احنا مفرزينه مع بعض بقاله حوالي دلوقتي تقريبا تاني سنه. هعصر الليمونه وهقلب كل الحاجات دي مع بعضها وهنزل عليها بميه ساقعه. تمام. بس كده بس كده، هي دي الدقه. ويدوقي بقى طعمها ويظبط الملح بتاعها، هتبقى تحفه عندك زيها زي بتاعت بره بالظبط، ما تفرقش عنه. تكات الكشري بقى. اول حاجه عندي بروح جايبه بصله، وحسب انتوا بتحبوا الدقه اللي اسمها ايه، التقليه بتاعت البصل ولا لا. انا عندي ما بيحبوهاش، فبعمل بصلايه صغيره، بكتر الزيت فيها وبحمر فيها البصلايه واصفيها، والزيت بتاعها ده بقى بعمل منه كل الكشري، كل حاجه الكشري. بعمل منه الرز وبس، وبعمل منه فيه العدس، وبحط منه شويه على الصلصه، وبرش منه في الاخر على المكرونه عشان تبقى مفرفته زي ما انتوا شايفينها كده. خلاص. بصوا شايفين الحركات دي، انا بعمل زي بتوع المحلات بالظبط، مفيش حد احسن من حد. تمام. بس كده، دي اهم خطوه. التاني خطوه الصلصه بتاعه الكشري، تحطي عليها معلقه من الخل مع التومه، وبعد كده تنزلي عليها بالصلصه بتاعتك، بتبقى تحفه وبتخليها زي بره بالظبط. خلاص. بس كده. في التقديم بعمل ايه؟ بجيب ايه، بحمرت معاها عيش توست. تمام. زي ما انتوا شايفين كده، وعملت الدقه ومعاها مخلل الخيار الفظيع اللي بيبقى زي عند المحل، عند بتاع المحل طبعا، بس احنا بتاعنا انضف واحلى بكتير بكتير بكتير. خلاص. بس ده كان الاكل الغدا بتاعنا. الحمد لله رب العالمين، اللهم هدينا نعمه يا رب واحفظها من الزوال. وطبقوا بس التكات الخفيفه دي هتفرق معاكم قوي. على بال ما غرفنا واكلنا، كنت حطيت زي ما انتم شفتوا، هعمل رز بلبن. فكنت حطيت الرز، كوبايه الرز تتسلق على النار مع اللبن بيتغلي عليه جنبها. فاول ما الرز بتاعي استوى، نزلت عليه بنص كيلو من اللبن. دي كوبايه رز نزلت عليها بنص كيلو من اللبن. لو عايزه تزودي اللبن عن كده مفيش مشكله، وطبيعي ان هو كيلو لبن على كوبايه الرز. خلاص. كيسين من الفانيليا عشان يديله ريحه حلوه. لو عايزه تغيري بالمستكه بالقرفه براحتك. عندي هنا نص كوبايه من الميه، وبحط معاها معلقتين من النشا عشان احنا بنحبه تقيل. تمام. اول ما يبدا يغلي بحط السكر بتاعي طبعا، واول ما يبدا يغلي بنزل عليه بالنشا، وبعد ما انزل عليه بالنشا يبدا يتقل. وانا ما كانش عندي، ممكن تحط كريم شانتيه، انا ما كانش عندي الحقيقه، فعادي جدا ولا هيفرق معانا. انتوا عارفين ان احنا في اخر الشهر وفي حاجات كتير جدا لسه ناقصه من من البيت، هنجيبها مع بعض ان شاء الله. بس اول ما يبدا يغلي بقى ويبقبق بقى زي ما انتوا شايفين كده، يبقى كده خلاص قرب يستوي. او لازم نديله وقته عشان النشا تستوي. اول ما اعمل الخط ده وما ينزلش على بعضه او ما يضمش على بعضه بسرعه، يبقى خلاص كده هو استوى. يغلي بس غلوتين، وبعد كده احضر ارفعه من على النار واحضر الاطباق بتاعتي. هنا محضره للتزيين اسمه ايه، جوز تاند وزبيب. ده من رمضان اللي فات. هوزعه بقى في الاطباق بتاعتي. طبعا التزيين ده حريه شخصيه، في ناس ما بتحبش عليه اي حاجه، وفي ناس بتحب عليه جوز الهند بس، في ناس زبيب بس، في ناس مكسرات، فبراحتك زي ما انت عايزه. بس احنا ايه، بنحاول نديله شكل جمالي كده، وتبقى حاجه حلوه يروحوا ويجوا عليها طول النهار، عشان ايه ما يغلبوكيش بقى انا جعان انا جعان، لا تبقى الحاجه دي جنبيهم واللي هم عايزينه ياخدوه. خلاص. دايما بحب اعمل حاجه حلوه واسيبها ايه في التلاجة او بره التلاجة، ايه يسحبوا منها زي ما هم عايزين. بس كده هزوق بقى الاطباق بتاعتي،
وهجيب الاطباق التانية اكمل فيها نفس الكميه بتاعتي. عملوا عندي حوالي 12 طبق. وكان طعمهم حلو، والسكر طبعا براحتك زي ما انت عايزه. خلاص. النهارده ده اليوم ده كان ايه؟ كان يوم السبت، يعني اللي انا بصور لكم فيه ده كان يوم السبت. خلصت الرز بلبن عندي، وهشيل بقى الاطباق احطها في التلاجة، ونغسل بقى المواعين. انا بقى جايبه لكم الروتين المسائي من اخره كده عشان تعرفوا انا بعمل بايه باخر النهار. بعد الغدا لو هعمل حاجه حلوه او اي حاجه ممكن ابقى عاملاها من قبل من الصبح، بس انا النهارده ما لحقتش فعملتها بعد الغدا زي ما انتم شايفين كده. ففاضل بقى عندي المواعين كلها هغسلها كلها مره واحده، وافضل الحوض بتاعي واظبطه. وهيبقى فاضل عندي البوتاجاز. البوتاجاز انا لسه هعمل حاجه تانية، فطالما لسه عارفه ان انت هتعملي حاجه تانية على البوتاجاز ما تغسلوش، عشان ايه؟ ما تبقاش هلكه عليكي بقى ان انت تقعدي تغسليه كل شويه. خلصي حاجتك كلها وبعد كده اغسليه، بس اهم حاجه الحوض بتاعك يبقى فاضي، عشان لو عملتي مواعين ما تتراكمش عليكي قوي، وتبقى يعني كتيره لدرجه ان انت تكسلي وتسيبها وتمشي. خلاص. الاطباق بتاعتي الحاجات بتاعتي كانتش كتير قوي، بس هي حاجه الرز بلبن وحاجه الغدا. كانوا هنا طبعا كلوا رز بلبن كشري، يعني سبحان الله هي جت كده مش مترتبه. عملت كشري وجت في دماغي ان انا هعمل رز بلبن. عارفين انتوا كنت زمان بحتار جدا يعني ايه كشري وحلواني في نفس الوقت، يعني كشري حلواني. فعرفت ان هم بعد كده عشان بتوع الكشري دايما بيبقى عندهم رز بلبن. فانا يعني هي المره دي جت قدرا ان انا عملت كشري ومعاه رز بلبن. خلاص. قلنا المواعين اهم حاجه تخلص من الحوض، ما تسيبيش مواعين متراكمه عليكي، عشان كل ده انت اللي هتعمليه، مفيش حد هيجي يعمله لك. عشان نبقى متفقين. وذكر ربنا دايما يبقى في لسانك سواء بتعملي اي حاجه. وفكره ان انا المنبه يرن كل ساعه دي فكره ممتازه جدا 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 فوق ما تتخيلوا. اللي طبقها يقول لي في التعليقات ان هو طبقها وفادته باذن الله. اول ما بيرن بتذكر على طول. طبعا احنا ما بننساش ذكر ربنا بس بنسها، فيعني ده بيبقى تذكير بس مش اكتر. ان انت بدل ما تذكري مثلا يعني تقعدي فتره طويله ما تذكرش، لا كل ساعه حتى لو قلتي ذكر واحد انت المستفاده. خلاص. بعد كده هعمل عندي بيتزا او ميني بيتزا لللانش بوكس بتاعت رحمه وسلمى الصبح. فعندي هعمل بيتزا. هعمل 3 كوبايات وربع، يعني مش كتير قوي، يعني حسب الدقيق اللي كان عندي عشان برضو الدقيق بيشطب. فهعمل حسب الدقيق اللي عندي، لازم اسيب شويه دقيق كده للاحتياطي، ما ينفعش افضي الدنيا خالص كده، فمش هعملهم كلهم. فعملت 3 كوبايات وربع من الدقيق ونخلتهم كويس. عليهم باكو من الخميره يبقى معلقه كبيره، عليهم معلقه من ربع معلقه صغنونه خالص او رشه من البيكنج باودر، ومعاهم ربع معلقه من الملح ومعلقه كبيره من السكر. خلاص. الزيت هحط حوالي يعني 3-4 معالق من الزيت، يعني او ربع كوبايه. خلاص. هكتب لكم برضو المقادير على الشاشه عشان لو عايزين تاخدوها سكرين. الميه بقى انا حطيت هنا المج بتاع الميه، هملاه تاني واحطه جنبي احتياطي لو عوزته. خلاص. بس بنزل بالميه واحده واحده، ما بنزلش بيها على طول. هنضف المعلقه بتاعتي بقى عشان جايه دور الايد. لازم عجنه البيتزا زيها زي العيش بالظبط وزي الفطير، لازم تاخد عجن كتير جدا. فنزلت بالزيت بتاعي 3-4 معالق من الزيت، وبعجن بقى لحد ما العجينه عندي تبقى طريه وهشه، وتنضف الطبق بتاعي اللي انا بعجن فيه. خلاص. دي علامات العجينه ان هي خلاص قربت تمام كده، الميه بتاعتها مظبوطه. ان انت البوله اللي انت بتعجني فيها تبقى نظيفه، ما تبقاش فيها اي بقايا من العجين زي ما انتم شايفين كده بالظبط. طبعا عارفين ان هي بتاخد عجن كتير، فانا هنزل بقى على الرخام عشان ابقى براحتي وهعجن على طول. هتلاقوها بتلزق، بس بتلزق في الايد اللي انت عجنتي بيها، لكن الايد التانية لا. فببدا لو لقيت حاساها انها لسه ناشفه شويه هبدا ارشرش عليها ميه وانا شغاله كده لحد ما تلين عندي وتبدا ما تقطعش. يعني شايفين انا هجرب لكم دلوقتي، شوفوا اتقطعت بسرعه، لا انا عايزاها تمط معايا. خلاص. ده بعد شويه من العجن شايفين بقت حسيت ان هي طريه، ان طول ما انا شغاله بعمل كده لحد ما اوصل للقوام اللي انتوا شايفينه ده، ان هي نعمت خالص وبقت طريه معايا وبتمط مطه طويله، يعني ماده الجلوتين بتاعتها اشتغلت فيها، فعشان تديكي القوام بتاع البيتزا الهش بقى. خلاص كده خلصت. هحط بس نقطه زيت في الارضيه بتاعه الطبق بتاعي، وبحطها عشان ما تنشفش مني ولا تشقق، وبعد كده بغطيها بستريتش
وبشيلها على جنب كده خالص لحد ما اخلص اللي انا هعمله. انضف الرخامه بتاعتي طبعا بعد العجن اللي احنا عجناه عليها والزيت والدقيق والحاجات دي، لازم تنضفي حواليكي اول باول، لان ده بيريحك بعد كده كتير بدل ما تفضلي تنضفي وتعيدي وتزيدي في الموضوع. خلاص. هركن بقى العجينه بتاعتي على جنب واعمل الحشوه بتاعتي. الحشوه بتاعتي سهله جدا واقتصاديه جدا. هي طبعا يعني ما بقاش في حاجه اقتصاديه قوي، بس يعني اخف شويه من اللحوم والفراخ والحاجات دي. فانا عندي هستبدل اللحوم والفراخ والحاجات دي بايه؟ ببصل وطماطم وفلفل. عندي بصلايه كبيره بس هي اللي كانت مقسومه نصين، هفرمها بالمفرمه بتاعتي، او لو عندك كبه بحط شويه زيت على النار في الطاسه وهنزل عليهم بالبصل. البصل يا دوب يدبل دبلان خفيف، ما ياخدش لون قوي، يعني احنا عايزينه يا دوبك بس يدبل. تمام. هكمل بقيه البصل فرن، وبعد كده هقعد اقلبه شويه اشوحه كده على النار، وافرم الفلفل بنفس الطريقه برضو. الكبه دي في ناس كتير جدا سالتني عليها برضو. الكبه دي انا كنت ماما كانت جايبها لي من زمان جدا جدا، بس انا شفتها قريب عند مستلزمات المطبخ. يعني اي حد عنده حاجات المطبخ او الادوات المنزليه هتلاقيها عنده ان شاء الله. اسمها كبه يدوي بس هي قديمه شويه. بس يعني الحمد لله مقضيه الغرض جدا، اللهم بارك. يعني حلوه، يعني يا ربنا يديمها كده لحد ما نجيب واحده ان شاء الله. بس عملت الفلفل، فرمت الفلفل فيها، وهفرم الطماطم برضو، بس الطماطم ما بكترش قوي عشان ما تعملش ميه كتير، لان احنا عايزين الحشوه بتاعتنا ناشفه زي حشوه السمبوسه كده، لما تبقى ناشفه مش عايزه فيها ميه خالص. اول ما تبدا تصفر كده زي ما انتوا شفتوا، هنزل عليها بالفلفل، لان الفلفل بياخد وقت اكتر من الطماطم. بس بعد كده هنزل عليها تشويحتين يا دوبك خفاف كده، وبعد كده هنزل عليها بالطماطم. طماطميتين بالظبط، انا كنت حاطه 3، ما حطيتش غير 2 صغيرين، يعني كفايه قوي عليها. التتبيله بقى بتاعتها او التوابل اللي انا هحطها، هحط ملح، هحط ملح، كزبره، هحط كمون، هحط فلفل، ورشه من السبع بهارات كده بتديها ريحه حلوه قوي. خلاص. يعني ريحه كأن فيها لحمه بقى. ماشي. بس مش كتير، يعني يا دوبك ربع معلقه او طرطوفه على المعلقه كده خفيفه زي ما انتوا هتشوفوا. بس كده، واخليها بقى تشرب ميتها جامد قوي. هي ما اخليش فيها ولا حبه ميه عشان ما تبلليش البيتزاي. خلاص. كان عندي بقى في الفريزر، كنت عامله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. سامعين المنبه اللي انا ظبطاه؟ فكل ساعه بيرن بينبهني اقول ذكر اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. بس كده. جه في الاخر خلاص خلصت البوتاجاز، مش هعمل عليه حاجه تاني غير في الفرن. الفرن طبعا ايه، مش بيبهدل قوي، او بيبقى فيها ايه رواسب او حاجات من دي. فهغسل البوتاجاز بتاعي، رشيت على الحوامل بالبخاخ بتاعي. البخاخ ده فيه ايه؟ فيه ميه على خل على سائل مواعين اي نوع. ممكن اكسجين، ممكن كلوركس الوان، يعني اي حاجه من دول هتنفع. غسلت البوتاجاز بتاعي كويس جدا، وبحط الحوامل بتاعتي مكانها عشان كده ابقى انا ايه خلصت. والحوض بقى طبعا عندي بعد ما خلصت عجن البيتزا، شلت المواعين كلها والطاسه والحاجات دي كلها وغسلتها زي ما انتوا شايفين كده، والكبه، وغسلت كله. فضل عندي بقى الحاجات اللي انا هعمل بيها الحشوه بتاعه البيتزا. كانت العجينه عندي خمرت وكانت زي الفل، وفاضل عندي الصلصه. يعني كنت لسه ما طلعتهاش، كنت مطلعاها من الفريزر وسايباها. انا دايما بحب احط صلصه البيتزا كده في الفريزر احتياطي، في اي وقت ابقى عايزه اعمل ما اقعدش اعك كتير. بعملها ازاي؟ بحط طماطم حوالي يعني نص كيلو طماطم، ومعاه بصلايه، ومعاه فصين من الثوم، وكلهم على النار. ممكن معاهم في قرن فلفل احمر، وكلهم على النار بسلقهم، وبعد كده اضربهم في الكبه او في الخلاط، وبعد كده انزلهم على النار تاني. انزلهم على النار. ممكن تسلقيهم الاول بعد كده تحطهم في الخلاط، او تحمليهم بعد كده تخليهم في الخلاط ناعمين يعني. المهم، وبعد كده بتحطيهم على بتسخنيهم على النار، وتتبليها ملح وفلفل وكمون وكزبره. وانا بحب احط لها شويه نعناع لو ما عنديش زعتر. انا ما عنديش زعتر، فحطيت لها سنه نعناع ناشف كده، بتديها طعم في حته تانية خالص. جربيها مش هتندمي. المهم ان انا كورت العجينه عندي كلها على قد البيتزايه الصغيره اللي انا عايزاها. ماشي. وانا مش بحبها سميكه قوي، بحبها رفيعه كده وحلوه، فبططها على الاخر، فاهمين؟ او فردتها على الاخر. اجيب الصاجات بتاعتي ودهناها بالزيت عشان ما تلزقش، وبفرد فيها العجينه زي ما انتوا شايفين كده. طبعا الحجم زي ما انت عايزه، في ناس ممكن تعملها صغنونه خالص قد كده بس تبقى عاليه،
انا يعني فردتها شويه وما خليتهاش عاليه او ما خليتش فيها سمك خلاص، ومش بخرمها ولا اي حاجه لان هي طالما ما فيهاش سمك ما بترفعش قوي. بعد ما بتخلصي بتحطي الحشوه بتاعتها والصلصه والحاجات دي كلها، بتسيبيها ترتاح بس شويه، مش بتخمر قوي بس بتسيبيها ترتاح. انا هنا فردت العجينه بتاعتي على فردت كل الكور بتاعتي كلها على في الصاجه. وبعد كده هبدا احط على كل حاجه معلقه صلصه صغيره خالص، وابدا افردها على العجينه. تمام. بعد كده هبدا احط الحشوه بتاعتي. قلنا الحشوه بتاعتي دي يعني حاجه اقتصاديه خالص، بس ممكن نغيرها لو انت عندك لانشون، لو عندك بسطرمه، لو عندك سوسيس، لو عندك لحمه مفرومه، لو عندك فراخ مفرومه او بواقي. يعني كل الحاجات دي بواقي. احنا ساعات كنا بنعمل ايه، لو عامله لحمه مفرومه معصجاها اشيل منها شويه صغيرين في علبه واحطهم في التلاجة. عامله شاورما اروح شايله منها شويه صغيرين واحطهم في التلاجة. عندي بقايا لانشون احطهم في التلاجة، بقايا جبنه رومي. يعني الحاجات دي كنا بنعملها من بواقي التلاجة مش مخصوص، عشان ما تحسش بتكلفتها قوي. الجبنه الرومي لو زاد منك شويه حطهم في علبه برضو وبشوريهم وساعتها وحطيهم في التلاجة. يعني كل الحاجات دي بتوفر معاكي كتير وما بتخليكيش تشيلي هم ان انا عايزه اعمل بيتزا واكلفها واعمل حوارات كبيره عشان اعمل بيتزا. تمام. باقل تكلفه هتعمليها. بس الحشوه دي يعني ايه موجوده الحمد لله رب العالمين في كل البيوت، وسهله وسريعه وما بتاخدش وقت معانا. حطيت بقى والزيتون جبت زيتون مخلي، وهحط بقى الزيتون مع الجبنه مع الصلصه والحشوه، وكده خلصتها وهسيبها بقى ترتاح شويه. اكون خلصت الصاجه التانية. بعد كده اشغل الفرن بتاعتي السوا بتاعها على اعلى حاجه. البيتزا بتاخد اعلى حاجه عشان ما بتاخدش وقت كتير. الشكل التاني مش هعملها دواير بقى، هعملها زي القوارب كده. والحقيقه الحركه دي شفتها في قناه لامار فعجبتني، عجبتني قوي. يعني الحركه يعني شكل جديد، شكل القوارب ده، فعجبتني جدا جدا، فبشكرها طبعا جدا. طبعا لما نشوف حاجه عند حد لازم نديله حقه. فلامار قناه ابتكارات افكار وابتكار لامار حلوه قوي قوي وبتقدم حاجات حلوه جدا. وكنت خدت منها برضو قبل كده الفكره بتاعت الكيكه. لما اعمل كيكه في نفس الصاجه دي واعملها نصين، نص ساده نص ابيض ونص شوكولاته، فالفكره برضو كان بتاعتها. ربنا يجازيها خير يا رب وبالتوفيق دايما. ده شكل البيتزا بتاعتي. كان بعد ما سويتها قلت لكم في الرف اللي في النص على درجه حراره عاليه، وبعد كده ممكن افتح لها الشوايه يا دوبك تاخد وش كده او مش لازم. فكانت طريه وهشه وكانت تحفه ما شاء الله اللهم بارك. وقعدت كده طريه لحد الصبح. حطيت منها في اللانش بوكس لرحمه، فكانت بصوا قاعده طريه بنفس الطراوه اللي انتوا شايفينها دي. بس كده ده كان الفيديو بتاعي النهارده. وطبعا ما ننساش ان احنا بعد ما هنخلص هنروق المطبخ بتاعنا على الاخر لو في اي مواعين او اي حاجه، وهنحط بواقي الاكل كلها في التلاجة في علب عشان ما تاخدش مكان في التلاجة وعشان الحلل بتاعتك ما تبصش. ولو عندك قمامه او اي حاجه تربطيها وتشيليها، عشان يعني احنا دايما عارفين ان القمامة او اعزكم الله الحاجات دي الشيطان بيحبها قوي، فنغطيها او نربطها او يستحسن ان احنا نتخلص منها خالص، ما نسيبهاش في البيت. بس طبعا للظروف الحالية واللي بقى الدنيا بالليل فبناخدها معانا الصبح واحنا نازلين، فيستحسن ان انتي تربطيها وتحطيها في جوه الباسكت وتقفلي عليها لحد الصبح. زي ما انتوا شايفين كده المطبخ بتاعي رايق والدنيا زي الفل زي ما انتوا شايفين كده في الباسكت بتاعتي. وهنا ما غطيتش العلبة بتاعتي على الاخر عشان ما تعرقش لان هي لسه سخنة شوية. بس هنا اقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمتم سالمين.